باذن الله في السيشن بتاعت النهارده هنبدا نتكلم عن الروس 2 بيزكس. هنبدا نفهم الكونسبتس الاساسيه الخاصه بروس 2، تمام، واللي عن طريقها نقدر نبدا نعمل ديفلوبمنت شويه ابلكيشنز باستخدام الروس 2. طبعا كالعاده هنبدا بالبيزكس وبعد كده هندخل في جزء السيميوليشن، وبعد كده ممكن نبدا نتكلم في التوبكس الخاصه بالريل والكوميونيكيشن مع الهاردوير. ايه البريكويزيتس او الحاجات الاساسيه محتاجها عشان تقدر تشتغل في الكورس الخاص بروس 2؟ اول حاجه الكورس ده هو learn by practice، يعني في كونسبتس احنا هنشرحها دي مهمه لازم تبقى فاهمها، وفي حاجات مهمه برضو بس مش لازم تبقى فاهمها قوي دلوقتي، زي مثلا الكوميونيكيشن بروتوكول اللي معتمد عليه روس 2، الدي دي اس، كيو او اس. دي حاجات ادفانسد شويه، المهم انك تبقى عارفها بس مش لازم قوي في الاول، لان انت لسه بادئ في روس 2 فانت عايز تعرف ازاي تبيلد ابلكيشن باستخدام الروس 2. فاحنا هنعمل ده الاول، نغطي كل المفاهيم الاساسيه ونعمل الابلكيشن ونعمل سي بلس بلس وبايثون باكجز ونودز. وقت ما نيجي نحتاج الكونسبتس الخاصه بالكوميونيكيشن هنبدا نتعرض لها ونتكلم عليها عشان الموضوع يبقى سهل للناس، وعشان ما يبقاش فيه جزء سيوري كبير يعني والناس تمل. فكل مرة هناخد جزء وهننفذ عليه عملي، ولو في جزء محتاج ان احنا نشرح الثيوري بتاعته قبلها هنشرحها او هوضحها، وبعد كده هننفذ عليه عملي برضه بحيث المعلومة اللي احنا بنشرحها تبقى بتثبت يعني. لو انت اوريدي عندك نوليدج بروس 1 او اتعاملت مع روس 1 فده حاجة كويسة جدا، ده هيسهل عليك ان انت تشتغل بروس 2، بس مش حاجة اساسية، يعني انت مش لازم تبقى عارف روس 1. في الكورس ده الناس اللي حتى ما اشتغلتش على روس 1 او لسه مثلا بيتعلموا حاجات بسيطه فيه فهيقدروا بسهوله برضو يشتغلوا في روس 2، والناس اللي اوريدي اشتغلت هيبقى الموضوع اسهل كتير بالنسبه لهم لان هم اوريدي فاهمين الكونسبتس، لان الدنيا هنا قريبه جدا من روس 1، في شويه اختلافات بسيطه بس هي اللي هنبدا نوضحها بعد كده يعني لما يجي وقتها. مهم برضو ان الماشين بتاعتك تبقى جاهزه، ان انت اللابتوب او البي سي اللي انت شغال عليه يبقى معمول عليه انستليشن لاوبونتو 24.04 اللي هو اوبونتو نوبل، وكمان تعمل انستول لروستو جازي عليه. بالنسبه للانستليشن الخاص بالاوبونتو فاحنا اوريدي كنا عاملين انستليشن لاوبونتو 18 قبل كده و20 على القناه، فهي نفس الستبس، الفرق بس في نسخه الاوبونتو اللي هننزلها. بندخل على الاوفيشال بيج الخاصه بالاوبونتو وننزل اوبونتو 24 LTS، لازم يبقى لونج تايم سبورت. بالنسبه للروستو جازي ففي فيديوز اوريدي نزلت على القناه خاصه بالانستوليشن بتاع روستو جازي على الاوبونتو، وكمان الانستوليشن بتاع جازيبو سيم اللي هو النيو جازيبو كومباتبل فيرجن اللي هو جازيبو هارمونيك مع روستو جازي، فنقدر نتفرج عليها ونمشي على الستبس والموضوع هيبقى بسيط جدا. لو احتاجنا او حد لقى مشكله يعني ممكن نبقى اجهز لكم سكريبت كده، باش سكريبت يعمل هو اوتوماتيك انستوليشن للروس 2. مهم جدا انك يبقى عندك بيزك نوليدج بالسي بلس بلس او البايثون، ولو الاثنين هيبقى كويس جدا طبعا، بس على الاقل يبقى عندك بيزك نوليدج بواحده فيهم. وبيزك نوليدج انا اقصد بيها ان انت تبقى عارف السنتكس بتاع اللغه، عارف الكونديشن، عارف اللوبس، الفانكشنز، وكمان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، تمام، انك ازاي تقدر تعمل كلاسز. مش لازم قوي تفاصيل اللي جوه يعني، مش لازم تبقى داخل ديبلي في الموضوع، بس على الاقل بتعرف تعمل كلاس، تعرف تعمل منه انستنت اوبجكت وتقدر تستخدم الكلاس ده، لان ده على الاقل الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل نود سي بلس بلس او بايثون زي ما هنشوف بعد كده. برضه لو في حد عنده مشاكل في الاجزاء دي في فيديوز برضه كنت منزلها على القناه بتشرح الكلام ده للسي بلس بلس. مهم برضه انك تبقى فاميليار باللينكس كوماند او اللينكس CLI كوماند لاين انترفيس، اللي هي اللي بنقول عليها التيرمينال، ان انت تقدر تفتح التيرمينال تنافيجيت تروح من دايركتري لدايركتري تانية، تقدر تميك دايركتري جديده، يعني شويه كوماندز اساسيه كده تليست الدايركتوريز اللي موجوده. الكلام ده اوريدي كنا اتكلمنا فيه كتير يعني في فيديوز كتير قبل كده، واحنا ماشيين كمان في الكورس هنبدا كل ما نستخدم كوماند هوضح لكم برضو ده بيعمل ايه عشان اللي ما يعرفش. دي كده كانت الريكويزيتس الخاصه بالروس بيزكس بتاعنا، كورس روس بيزكس بتاعنا. ايه هو بقى الروس 2؟ الروس 2 هي second generation او الجيل الثاني من سيستم الروس، اللي هو اختصار لروبوت اوبريتنج سيستم، وهي عباره عن فريم ورك او فليكسبل فريم ورك بتساعدك ان انت تقدر تكتب سوفت وير للروبوت بتاعك. فهي ببساطه خالص بتتكون من مجموعه من التولز واللايبراريز اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تعمل كومبلكس تاسك، انك تعمل روبوت مثلا يقدر يعمل كومبلكس تاسك ان هو يقدر يعمل سلام او نافيجيشن، او حتى في الارم روبوت تقدر تعمل روبوت يقدر يمسك اوبجكتس وينقلها في حته تانية، سواء كهابي بروجكت يعني او اندستري على سكيل الاندستري كمان. فالروس 2 هو اتعمل كاكستنشن او كسكند جنريشن بعد النجاح اللي حققه روس 1
روس 1 كان معمول اصلا كريسيرش تول، يعني ما كانتش داخله في الاندستري، او ما كانش مينلي معمول للاندستري، فهو كان ليه شويه ليميتيشنز، زي مثلا ان هو الريل تايم كابابيلتيز، كوميونيكيشن، وحاجه اسمها فليت مانجمنت. وده ببساطه ان السيستم كان بيقدر مثلا تعمل بيه روبوت، تمام، لكن ما تقدرش تعمل فليت مانجمنت. تقدر بس مش بسهوله ان انت تقدر تعمل كنترول مثلا على مجموعه روبوتس شغاله في مكان معين او شغاله في اماكن حتى مختلفه. حته الكوميونيكيشن ان انت ما كنتش بسهوله تقدر تعمل كوميونيكيشن بتو ديفايسز. يعني روس 1 كان معتمد اكتر على جزء الوايرد، ان هو في زي ايثرنت كونكشن يعني بين دو ديفايسز، وانت كنت بتشير الروس ماستر او بتعمل حاجه اسمها شيرنج للماستر بين مالتيبل ماشينز، فتقدر تخلي التو ديفايسز يشوفوا بعض. بس لو انت عايز تعمل ده على سكيل واسع او تعمله وايرلس، فالموضوع كان صعب جدا ان انت تكونكت الماستر بكذا ماشين تانية. لا، الموضوع صعب جدا. وحتى لو عملته على سكيل واي فاي، طبعا هو كان شغال بالواي فاي عادي، بس كان في مشاكل ان انت لو الواي فاي قطع او حصل اي مشكله في الوايرلس كونكشن دي، الداتا اللي بتتباع دي هتروح. المشاكل دي اتعالجت في روس 2 بحيث ان الوايرلس كوميونيكيشن تبقى شبه الوايرد كوميونيكيشن في روس 1. وطبعا بقى في سكيلابيلتي ان هو انت تقدر تكونكت كذا ديفايس على كذا روبوت يعني ببعض، ويبقوا شايفين بعض، وتقدر تعمل عليهم فليت مانجمنت. كمان روس 2 اتعمل امبروفمنت فيه للسكيورتي، تمام. بقى في بارت اسمه روس سكيورتي، لان اللاير بتاعت السكيورتي دي ما كانتش موجوده اصلا في روس 1. يعني هو عشان مش معمول اصلا للبرودكشن، مش معمول عشان هو يشتغل في برودكشن انفايرمنت، يعني ان هو روبوت يتعمل له ديبلويمنت ويتحط في مكان مثلا سوبر ماركت او كده. فما كانش مهتمين بجزء السكيورتي ده. ففي روس 2 اتضاف اللاير خاصه بالسكيورتي، ودي هنبدا نتكلم عليها بعد كده، بس يعني في اجزاء متقدمه من الكورس يعني.